اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صبري قناه زرس فود. يا ترى السنه دي فيها ايه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. احلى حاجه ممكن تعمليها وتدفي بيتك بيها. بصوا بقى ما شاء الله الكراميل اللي نازل منها كده عسل. بصوا كده بسم الله ما شاء الله. ده بكيلو دقيق. بصي هتعملي بقى كذا صينيه وطعم تحفه، وانا عاملاها حجم ايه؟ جامبو. ده عباره عن ايه بقى يا ست الكل؟ عايزه اقولك شويه دقيق، ماشي، كيلو دقيق مع شوية زيت، ربع كوباية زيت، وعندي كمان رشة ملح، وعندي كمان اللهم صل على النبي، انا حاطة يا جماعة السمسم في قلب العجينة. انا مكترة السمسم وحاطة كوبايتين كاملين سمسم، حطها في قلب العجينة. ممكن تستغني عن الخطوة دي وتحطي عليها من فوق بس. تمام. المهم انا حطيت عندي كيلو دقيق وحطيت عليه رشة ملح ومعلقتين سكر، وحطيت كمان نص معلقة بيكنج باودر، وحطيت كمان معلقة من الخميرة، وحطيت الزيت زي ما قلت لكم، وممكن تحطي معلقة خل وبس كده، وعجنت بمية دافية. يعني عايزة اقولك هي ما فيهاش اي مقادير. وتعالوا بقى نشوف القمر بتاعنا. بصوا التسوية بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بصوا الجمال، شايفين طرية ازاي؟ تعالوا بقى افتح لكم اقول لكم ايه اللي نزل منها ده. ده يا ست الكل انا بقى مش بحط اللهم صل على النبي، مش بحط ملبن فيها. امال بحط ايه؟ بتجيب يا ست الكل كوبايه من الدقيق وكوبايه من السكر، وتمزجيهم مع بعض وبتحطيه في قلب العجينه. انا بقى ببدا، المهم لميت العجينه خلاص، ما بتتعجنش كتير، انت يا دوبك تلميها بالميه الدافيه على حسب ما تحتاج، وبعد كده خلاص سيبيها تختمر. وبعد كده ابدأي اعمليها في شكل كور كده، قرص دوريات، وافتحي الكوره وقومي حاطه فيها معلقه من السكر على دي، وبعد كده اقفلي الكوره وحطي الظهر بتاعها من تحت. تمام. فردناها وحطينا فيها الخليط وقفلنا عليها تاني، وظهرها بنزله لتحت بس كده. وزي ما قلت لك انا حاطه السمسم في قلبيها. لو انت حابه بقى خطوه السمسم دي تبقى من فوق بس، بعد بقى ما تخلصي خالص سيبيها تختمر تاني 10 دقايق. ممكن تدهني وشها بمعلقه من الحليب او نسكافيه، اي حاجه بقى انت عايزاها، او البيض، وبعد كده تحطي عليها السمسم. بس انا دخلت اصلا في العجينه عشان انا محتاجاها تبقى كتير. ما شاء الله هي بقى لما بيسيح بتكرمل. بصي بصي الجمال، عايزه اقول لك تحفه. بس حاولي ان انت ما تكتريش وما توقعيش منها، يعني هي دي بس اللي فتحت حته صغيره معايا. عايزه اقول لك بقى نفتحها من جوه بتبقى